بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025 معاشك هيزيد، بس هتستلمه ازاي؟ لغز الأرقام وتفاصيل الحكاية. الخبر اللي نزل زي المطر في الصحراء بعد ما الرئيس السيسي وافق رسميا على زيادة المعاشات 15% والقرار اتنشر في الجريدة الرسمية. دي كانت أكتر حاجة الناس بتدور عليها في الساعات اللي فاتت عشان يعرفوا امتى الفرج هيجي وازاي هيقدروا يستعلموا عن معاشهم بعد الزيادة. كالعادة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية طلعت بتصريحات وكأنها بتهدي النفوس اللي بقالها سنين مستنية أي خبر يفرحها. الهيئة أكدت أن صرف معاشات شهر يوليو 2025 هيبدأ من يوم 1 يوليو وهيكمل لحد آخر الشهر، والمفرح في الموضوع أن المعاشات دي هتتصرف بالزيادة الجديدة اللي اعتمدت خلاص. ده كله طبعا عشان يحاولوا يخففوا الحمل عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي ما بترحمش لا كبير ولا صغير. يعني باختصار معاش يوليو اللي جاي هيكون مختلف، هيكون فيه ال 15% زيادة اللي الكل مستنيها بفارغ الصبر. بعد الأخبار الحلوة دي بيجي السؤال الأهم، إزاي هعرف معاشي زاد كام؟ الهيئة نزلت خطوات عشان الناس تستعلم عن معاش شهر يوليو وكأنها عايزة تبين إن الموضوع بسيط وسهل. بتقولك أول حاجة ادخل على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يا سلام، وكأن كل الناس عندها انترنت وبتعرف تتعامل مع الموقع. عموما هنفترض ان انت دخلت على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين. تاني حاجة هتختار الخدمات من القائمة الرئيسية. تالت حاجة هتدوس على خدمات أصحاب المعاشات. 4 الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. 5 دخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بيك. رقم 6 بعد ما تسجل دخول هتظهر لك كل التفاصيل والزيادات. الكلام ده على الورق زي الفل ويبان انه سهل، بس الواقع احيانا بيبقى اصعب بكتير. كم واحد من اصحاب المعاشات اللي معظمهم كبار في السن بيعرف يتعامل مع الانترنت بالشكل ده؟ وهل الموضوع فعلا هيكون سلس ومفيهوش اي تعقيدات تقف في وش الناس اللي عايزة تعرف حقها، ولا دي مجرد خطوط عريضة والواقع فيه تفاصيل صغيرة ممكن تضيع ناس كتير؟ القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2025 اللي نشرته الجريدة الرسمية نص صراحة على أن الزيادة ال 15% هتطبق من 1 يوليو 2025 على المعاشات المستحقة قبل التاريخ ده، سواء كانت معاشات استثنائية القانون رقم 71 لسنة 64 أو معاشات تأمينات اجتماعية اللي هي القانون 148 لسنة 2019. يعني الكلام واضح وصريح، ولكن في ظل كل التوضيحات دي فهل فعلا الزيادة دي هتغير حياة أصحاب المعاشات بشكل جذري؟ وهل طريقة الاستعلام دي هتكون سهلة على كل الناس بغض النظر عن سنهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا؟ والأهم من كل ده، هل الإجراءات دي بتعكس اهتمام حقيقي بالناس دي ولا مجرد روتين لازم يتم؟